بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بعد الإعلان عن أو التصريح عن إصابة أو وجود حالات لمرض الحمى القلاعية عند الأغنام، وذلك بداية من هذه السنة، حوالي يوم 2 جانفي 2025، وين مست عدة بلديات من الولاية. وهذه الحاله الحالات في تزايد، وهذا الشيء اللي خلانا نكثفوا عمليات الرقابه والمعاينه في كل المستثمرات تربيه الحيوانات، وكذلك في الاسواق الاسبوعيه للمواشي، وكذلك في المذابح والمسالخ. لحد الساعه هناك اصابه كما تسجيل 15 بؤره عبر كامل تراب الولايه، فيها حوالي 894 حاله عند الأغنام و5 حالات عند الأبقار، مع كذلك نفوق حوالي 260 رأس من الأغنام. وإثر ذلك تم اتخاذ إجراءات استعجالية. القرار الأول هو الذي اتخذته السلطات الولائية بغلق الأسواق الأسبوعية للمواشي، وكذلك حظر تنقل الحيوانات، ما عدا تلك المتجهه او المتجهه للمذابح، كاجراءات اوليه اخرى اتخذناها المصالح البيطريه، هي عزل كل كامل لهذه البؤر او الحيوانات الموجوده في هذه البؤر، كما تم كذلك ردم هذه الحيوانات النافقه، وكذلك تم تلقيح الحيوانات الموجوده حول البؤره، كما تم اخذ عينات من الدم قصد التحاليل، و تم تاكيد حالتين او بؤرتين بوجود مرض الحمى القلاعيه في هما. كان كان لقاء مع السيد الوالي، وين كان صبيحه اليوم، وين كان شدد على التسيير الحسن لهذه البؤر، كما اصر على توفير اللقاح لتمكين كل المربين الموجودين حول البؤر من التلقيح، وكذلك شدد كذلك على ضروره تزويد السوق باللحوم الحمراء، مع تشديد الرقابه على عمليه الذبح، وكذلك محاربه الذبح الغير شرعي. وين مع التصريح بوجود المرض والتحقيقات الوبائيه اللي تتم في هذيك البؤره، حنا نديروا الريسونسمون، نديروا احصاء لكامل المستثمرات الموجوده حول البؤره، وبالتالي يتم تلقيحها تلقائيا. ما تقدرش احصائيات شحال لقح؟ هي لحد الساعه لقحنا حوالي 1100 راس من الاغنام و99 راس من الابقار حول البؤر، في بلديتين، بلديه توسنينه وبلديه شحيمه. الاحصائيات العامه تاع الثروه الحيوانيه بالولايات هي كاحصائيات، كقطيع اغنام يوجد حوالي حسب التلقيح الاخير اللي درناه حوالي 1600 راس من الاغنام، وحوالي 32,000 راس من الابقار. هذه اللي موجوده على مستوى الولايه. هذه اللي تلقحت؟ لا، مش اللي تلقحت، هذه اللي تلقحت هذه اللي تلقحت في السنه الماضيه.